الطاس وقرار حاسم في مشكلة قميص النهضة البركانية واتحاد العاصمة الجزائري. اليوم يخرج قرار الطاس في القضية الشهيرة التي زلزلت القارة الإفريقية، قضية قميص النهضة البركانية التي أثارت الجدل في جميع أرجاء القارة الإفريقية العام الماضي، سواء من الجمهورين المغربي والجزائري، بل جميع جماهير القارة الإفريقية ذهبت بأعينها اهتماما بهذه القضية واستغرابا من هذه المشكلة. فريق النهضة البركانية وكما ذكرنا من قبل حجز في الجزائر بدعوى أن قميصه غير مناسب، وبسبب احتجاج من فريق أو من الاتحاد الجزائري واتحاد العاصمة الجزائري، بل هو بالفعل نحن نعلم أن السبب الأساسي بطبيعة الحال من الاتحاد الجزائري وليس النادي الذي حرم من المشاركة في الكونفدرالية واعتبر منسحبا من بطولة الكونفدرالية، حيث وصل نادي النهضة البركانية لنهائها أمام نادي الزمالك المصري النسخة السابقة. قرار الطاس خرج اليوم. هل أنصف اتحاد العاصمة أم أنصف النهضة البركانية؟ هو أنصف نادي النهضة البركانية. لماذا؟ لأن القرار فعلا رفض استخدام خريطة المملكة المغربية وقال بأنها لأراضٍ متنازع عليها، وهذا غير صحيح بطبيعة الحال، ولكن ما كان يطمح له إدارة فريق اتحاد العاصمة الجزائري أن تتم إعادة المباراة وإلغاء الانسحاب. ولكن بالفعل قرار الطاس هنا يؤكد بأن نتائج الانسحاب صحيحة، وبأنها لن تعاد المباراة نهائيا، وبأن صعود نادي النهضة البركانية قانوني وصحيح إلى نهائي الكونفدرالية الإفريقية. ولكن في المباريات القادمة لن يستطيع فريق النهضة البركانية الاستمرار بنفس القميص بخريطة المملكة المغربية الشريفة. ما رأيكم في قرار الطاس؟ ما رأيكم في هذا النزاع المفتعل من السلطات الجزائرية؟ ولا أراه نهائيا من فريق اتحاد العاصمة، لأنه لم يكن يريد في الأول الخوض في غمار هذه المشاكل وإقحام السياسة في الرياضة. أريد آراءكم في تعليق. لا تنسوا أيضا متابعتي زياد بن يوسف.